واهلا بيكم في فيديو جديد مع سلمو، والنهارده فيديو مختلف من العاصمه الكنديه اوتاوا. النهارده يوم الاحد ويك اند. نزلنا الداون تاون نتمشى ونشوف الفعاليات بتاعت اليوم الاحد في الداون تاون. المفروض ان دي من اواخر الويك اندات الموجوده في الصيف، في سيزون الصيف طبعا. فالمفروض يعني يبقى في فعاليات كويسه في الداون تاون. يبقى في لايت شو على البرلمان بالليل، هنوريكم معانا طبعا الحاجات ديت. والمفروض ان ده اخر سيزون قبل الرجوع للمدارس والجامعات وقبل معركه الشتاء. فتنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب عشان الدنيا تبقى جميله ونوريكم فيديوهات كده. ويلا بينا نبدا الفيديو، يلا بينا. طبعا كندا في الداون تاون عشان تعتبر المين اتراكشن في اوتاوا هنا، بتهايلايت دورها مع بقيه الدول، ومن احد الحاجات المهمه في دي دورها في البيس كيبنج زي ما انتم شايفين كده. نقرا معانا. زي ما طبعا انا فيديوهاتي كان فيها ان انا ازاي تحاول تتعايش في البلد دي وازاي تهاجر، فانا شايف ان من واجبي على الناس ان انا هنقل لهم الحقائق عن كندا في 2023 في الوقت الحالي. ففي حاجة اي حد في كندا عارفها او اي حد عايش في كندا بقاله فترة عارفها، وهي ان كندا من 10 سنين هي مش كندا دلوقتي 2023. في حاجات كتير اتغيرت، في حاجات كتير جدا اتغيرت، وبقى في قسم كبير بيمشي من كندا اصلا وبيهاجر من كندا بعد ما بيلاقي ان كندا مش هي بلد الاحلام ومش هي الجنة اللي كان موعود بيها. فايه هي الحاجات دي؟ برضو هقول لك الحقائق دي برضو عشان ننقل لك الصورة كاملة. واحنا من هنا انا مش بقول لك تعالى كندا او ما تجيش كندا، انا بقول لك من نظرة محايدة. يعني زي ما قلت لك حاجات كتير، انا بقول لك من نظرة محايدة ايه الحقائق الموجودة في كندا. فأنا حابب أستغل الفرصة دي وأقول لكم على شوية حقائق عن كندا 2023. يلا بينا. على الرغم من أن كندا دولة متقدمة، إلا أن في عدم تساوي في الدخل بشكل فظيع، وده بيسبب مصدر قلق لكل الناس اللي جاية جديد أو اللي لسه عايزة تيجي جديد. وطبعا كندا في الدخل والمصاريف والماني والفلوس من 10 سنين ما كانتش دلوقتي. حصل في كندا حاجة عامة في آخر 10 سنين دي، وهو إن السوق حصل له تشبع، بقى اوفر ساتوريتد. بقى كل شغلانة بدل ما في 10 بيعملوها بقى في 100 بيعملوها، وكلهم مستعدين يشتغلوها لأن أصلا ما فيش شغل وفرص كتير في كندا. ودي حاجة حقيقة مش الناس كلها عايزة تعترف بيها يعني. وده بقى بيؤدي ان الكفاءات في البلد بقت بتشتغل شغلانات كاجوال واللي هي اورلي ويج اللي هي بالساعه، وطبعا ده بيخليهم يندرجوا تحت الاسر الدخل المنخفض او الناس اللي هي دخلها منخفض، وده طبعا شكل مشكله على الايجارات واسعار البيوت وكل دوت. فده بالنسبه للناس بقى صعب يعني. دي حقيقه بقت في كندا، الايجارات بقت غاليه زياده والبيوت بقت اسعارها للبيع غاليه جدا، وفي نفس الوقت دخلك زي ما هو والضرايب بتزيد وانت في الاخر بتقعد تجري كل يوم عشان تخلص كل حاجه. الحاجات دي بقت بتخلي الناس كلها بتفكر حقيقي هل كندا دلوقتي تستاهل ان انت تهاجر لها تاني ولا لا. مش عارف، بس احنا بننقل لكم الوضع زي ابديت، وبنديكم زي وجهة نظر محايدة من قلب الحدث. فبس. وبرضو النهارده هنوريكم شويه حاجات من اللايت شو بتاع البرلمان، وشويه حاجات من البي وورد ماركت، الداون تاون والفعاليات وكده. فانا متحمس. فاست فورورد جايين نصور عمرو عكيلي، هنحط له التاج بتاع الانستجرام بتاعه هنا. العربيه دي من معالم اوتاوا، موجوده في 10 سنين، بقالها 10 سنين في اوتاوا، مشهورة جدا. ما تبقاش من سكان مدينة اوتاوا لو ما تعرفش العربية دي.
وطبعا اللايت شو اللي في البرلمان دوت حاجة موجودة عالميا، الدول بتعملها عشان تعمل رواج للسياحة واكتيفيتيز، وعشان تخلي الناس برضو عالميا فاميليار او عارفين شكل البرلمان بتاع الدولة عامل ازاي وكده. ومن بعض الدول برضو اللي غير كندا بتعمل اللايت شو في البرلمان دوت بريطانيا والمانيا واليابان. ف المكان دوت كمان ساعتين هيبقى زي ما احنا شايفين. طبعا الاضاءة اتغيرت وادينا مستنيين اللايت شو، ف يلا بينا نشوف اللايت شو يبقى عامل ازاي. طبعا الاجواء هنا حاجة فاميلي فريندلي جدا، الاطفال بيلعبوا في الجناين ومزيكا في الاجواء واضواء، يعني it's a good vibe to be at. ونوريكم قاعدين بناخد جولة في الداون تاون، بنصور حاجات كده. حاجة جامدة ان انت تعمل كده في الويك اند، تخرج تصور وبتاع وكده اهو. ولا انت ايه رأيك؟ احلى حاجة. ايه رأيك؟ احلى حاجة. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ يلا بينا. Canada has always meant home. It has meant strength, freedom, in a pride of place under the great northern skies. Ce sont des gens d'ici et de partout qui ensemble bâtissent le Canada. People from all over the world expand our foundations as our country continues to grow. وصلنا لاخر الحلقه، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا بالمعلومات اللي احنا قلناها، واستفدتوا باللايت شو طبعا بتاع البرلمان. ونشوفكم في حلقات جايه، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفنا كتير، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.